طبعا احنا عارفين الحبايه دي اللي اول ما حد بيحس بوجع يقول لك خدها على طول، اللي بنسمع انها مفعولها سحري. لو قلت لك بقى ان دي ساعات بتبقى اخطر من الوجع نفسه. في ناس بقى بتفتكر ان اي وجع ياخد الحبايه الابيض فص، واحد ظهره وجعه ابيض فص، واحده تعبانه من البريود ابيض فص، التاني تعبان من البرد برضه خد الكوفان وخلاص. بس محدش بيسال نفسه هو ينفع؟ طب هو امن؟ طب ينفع لكل الناس؟ بقى الكوفان الدواء ده مادته الفعاله كيتوبروفين، يعني من عيله النسيدز اللي بتقلل الالتهابات وتكسر الالم. هو فعلا بيشتغل بسرعه ومفعوله قوي، وبيفيد بقى في حاجات زي الام العضلات، المفاصل، وجع الظهر، الالتهابات، وجع البريود بعد العمليات. محدش فعلا يقدر ينكر ان هو فعال، بس القوه دي لها ثمن، والثمن ده ممكن يكون غالي جدا لو انت ما خدتوش بحذر. اول حاجه واخطر حاجه طبعا هي المعده، هيعمل لك قرحه ونزلات لو انت خدته على معده فاضيه. طب الكلى، لو انت عندك بقى مشكله في الكلى خليك بعيد عنه، هيقلل لك ضخ الدم للكلى وممكن يبوظها لك اكتر ما هي بايظه. ثالث حاجه القلب، مع الاستخدام الطويل ليه ممكن يعلي ضغطك ويزود لك خطر الجلطات. رابع حاجه بقى الحساسيه، بعض الناس بقى بيجي لها حساسيه شديده منه لدرجه ان هي ممكن توصل لصعوبه في التنفس. يعني ببساطه مش كل واحد عنده وجع ياخده وخلاص. فكر دايما ان مش كل الم بيتحل بمسكن، ومش كل مسكن مناسب ليه. ولو الفيديو ده بقى فادك ابعته لصاحبك اللي عمال بقى ياخد الحبايه ده عمال على بطال، وقول لي في الكومنتات انت عمرك استخدمته قبل كده ولا لا.